عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كوزين ماما حنان. اليوم كنقترح عليكم واحد الشلاضه اللي غادي نديروها عائليه، اللي ممكن نقدموها للعائله ديالنا اولا ممكن نقدموها للضيوف. غادي تكون شلاضه مركبه فيها واحد التشكيله ديال الخضروات. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي تقريبا 500 غرام ديال البطاطا اللي سلقتها من قبل في الماء والملح وقطعتها كمربعات. عندي كناخذوا 500 غرام ديال، ملي كناخذوا الكميه ديال البطاطا كناخذوا النصف ديالها خيزو والنصف ديال الكميه خيزو كناخذها جنباله، بمعنى 500 250 غرام 125 غرام ديال الجنباله. هاد الخضروات مسلوقين. غادي نحتاجوا لواحد جوج ديال المعالق كبار ديال الفلفله، فيها انا خدرت الالوان الحمراء والصفراء والخضراء. الفلفله مشويه من قبل. عندي هنايا تقريبا جوج معالق كبار ديال الكاشير مقطع. عندي 4 ديال الحبات ديال الخيار المخلل كورنيشون حتى هو قطعته طريفات صغيورين. جوج الحبات ديال البيض مسلوقين حتى هما مقطعين. غادي نحتاج لشويه ديال البروكولي حتى هو مسلوق، غادي نحتاج له للتزيين. عندي المايس اللي كيكون على هذا الشكل، واحد 4 ديال الحبات. غادي نحتاج لصلصه المايونيز، الملحه، الخل وشويه ديال البزار البيض. كنحتاج الفرماج ديال الساندويتش الابيض اولا الاصفر، شنو عندكم متوفر في الدار. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج الخيار، غنحتاج الخيزو، غادي نحتاج الفجل. هنا كندير فيه ديك البطاطا اللي سلقنا من قبل، كنزيدو عليها خيزو حتى هو اللي مقطع، نزيدو الجلبان، كنزيدو الكورنيشون ولا الخيار المخلل مقطع طريفات حتى هو. الكاشير بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا الكاشير في الشلاضه ديالهم ممكن انكم تستغناو عليه. نزيد الفلفله، نزيد البيض مسلوق، نخلط شويه ديك الخضر، نخلطوها غير بالوينه باش ما نضيعوش البطاطا، باش ما نهرسوش البطاطا. نديرو شويه ديال البزار، شويه ديال الخل، بطبيعه الحال غادي نحتاجو الملحه، ممكن تضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال الخردل ديال لا موتارد اللي كيبغيو لا موتارد، اولا تستغنيو عليها بحالي انا. وكنضيف صلصه المايونيز وكنحرك. خصها تجيني مجموعه، لان مازال غادي نديروها في واحد المول دائري. خصها تجي مجموعه مزيان. كيف ما قلت لكم خصها تكون ديك الكميه ديال المايونيز. بالنسبه لي انا استعملت جوج ديال المعالق كبار عامرين ونص. عندي هنايا واحد الصحن وخديت واحد المول دائري، القطر ديالو تقريبا 22 سنتيمتر. غادي نشدو ونستفو نحطو مزيان باش ما تجيش جهه بعيده على جهه. وغادي نحط فيها هاد الشلاضه ونحاول نضغط عليها. نديرو ديك الشلاضه هكا في المول. من الاحسن ندخلوها واحد ربع ساعه هكا للثلاجه باش كتولي تجمع فيها داك المايونيز، باش ملي نزول المول بلاتي ما تنزلياش. الثلاجه كيف ما قلت لكم ضروري ما تجلس واحد ربع ساعه. كنحاولوا نزولوا داك المول غير بشويه. وكناخذ داك الفرماج اللي قلت لكم ديال الساندويتش كنحلوه وكنحاولوا نغطيو به هاد الشلاضه ديالنا. كنضغطوا عليهم من التحت باش كيتثبت لنا هو، لان المايونيز راه كتلصق في الساع.
درتو بيدينا داك الفرماج هكا كيجي على شكل دائري، حتى الا كان شي خويه مازال ما بحال شي خويه مازال محلوله كنضغطوا عليها بيدينا باش كيصل داك الفرماج. عندي هنايا دوك العريشات ديال البروكولي كنحاول نغرسهم هكا في لاصالات. كما كتشوفوا انا استفت هنايا داك البروكولي هكا في الوسط ودورته بهاد مطيشه لي طوماط سوريس باش ياخذوا داك الشكل الدائري هكا على هاد الشكل. عندي هنايا الفلفله قطعتها قبيله فاش شويتها، قطعت دوائر ولا وريضات نتاع الفلفله الحمراء والصفراء والخضراء. ممكن تزينوا بهكا بالفلفله اولا تستعملوا حتى الكاشير الا بغيتو. هكذا انا غادي ندخلها دابا للثلاجه وغادي ندوز باش نصايب كيف ما قلت لكم الخيار وخيزو باش غادي نزينوا لها الجناب ديالها. عندي هنايا خيزو قشرته وغادي نقطعو بديك نيت اللي كنقشروا بها خيزو، نقطعو هكا الى شرائح طوالين. خيزو عندنا هنايا دوك لي كوردون، دوك العويده ديال السنان كناخذوا وحده، هذه راه تهرست ما غتصلح ليناش، ناخذوها على هذا الشكل، ناخذوا وحده اخرى حداها وناخذوا الثالثه كنثبتوهم بهكا بواحد العويد ديال دوك لي كوردون، دوك العويدات ديال السنان نحطوهم على جنب ونعاودو نفس الشيء. بها غادي نزينو هاد الشلاضه، نحطهم على جنب. نفس الشيء غادي نديرو حتى الخيار. بالنسبه للخيار ساهل على خيزو كيكون شويه قاصح. الخيار راه كنديرو غير منه الا كان طويل بحال هكا، غير منه كنديروه.
على هذا الشكل. وبيه غادي نزينوا الشلاضه ديالنا. كناخذوا داك الموس اللي كيكون الراس ديالو بحال هكا رقيق، وكنجيو لهنايا وكنبقاو كنديروا بحال المثلثات. غير نحاولوا ندخلوا الموس لداخل باش بلاتي منين نحلوا ديك الفجله. بالنسبه للخيار كيف ما كتشوفوا انا درت هنايا مطيشه باش ما يبقاش باين داك العود ديال الاسنان ولا لي كوردون. كنديروا على هذا الشكل حبات ديال الطماطم صغيره باش تخبى علينا داك. كنحطوهم هكا في الجن. الفجل ها نتوما كيف ما كتشوفوا حطيته على هذا الشكل. بالنسبه للخيزو خديت داك البصل المحمض ولا لي زونيون اللي كيكونوا مخلين، هما اللي درتهم هكا في جنيبات باش نغطيو داك العويدات. وكان هذا هو الشكل ديال لا سلطه ديالنا. ديال الشلاضه ديالنا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، تقدروا تجربوها بيد ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتنضموا للقناه ديالي باش توصلوا بكل ما هو جديد مطبخي. ولا بغيتو مزيد من وصفات المالحين وحلوين زوروا الصفحه ديالي على الفيسبوك كوزين ماما حنان بصحه وراحه.